ممكن تكسب نص مليون جنيه وانت بتتفرج على الفيديو دوت، نصهم ليك والنص التاني المستشفى 57. بقول لكم ان انا اتعزمت على اكبر براند جاي من الخليج لمصر اللي هو مضغوط دجاج لصاحبه استاذ احمد الباز، وحابب اقول لكم ان هم عاملين اكبر وارخص وجبه في مصر كلها بسعر 100 جنيه بس. ولما وصلت المكان عرفت الشوارع كلها كانت فاضيه بره، لاتاري مصر كلها معزومه هنا، اللي جاي يهني ويبارك واللي جاي يشتري العرض. ولما قابلت هشام طه قلت له تعالى نقيس الرايب دوت بالوش وميتر بتاعك، وهنا عصام ما كانش لسه جرب المضغوط، قلت له لا ده انت لازم تجرب، وعجبه جدا. ولما لقيت عمرو بيلا قلت له ايه ده انت جاي تقول على الاكل هنا زفر؟ والله لسه ما اكلت، بس لو كلته لقيته زفر والله لو قلت زفر. وبما ان محمود هشام كان معايا وكان صايم من الصبح، فديت كانت اول لقمه يشق ريقه عليها. وهنا بقى حضر كوستا البابا، والجردات كانت اكتر من الناس اللي عايزه تتصور معاه. وهي الوجبه اللي معمول عليها ضجه وقلق في مصر كلها، المضغوط دجاج. وحابب اقول لكم ان هم عاملين ده كله ب 100 جنيه بمناسبه الافتتاح، ازاي انا ما اعرفش. وحابب اقول لكم ان المضغوط دوت اللحمه بتاعته دايبه جدا، وفكره المضغوط عموما الفراخ بتستوي مع الرز والتوابل بتاعتها لغايه لما تدوب. وده الدجاج المحمر بتاعنا اللي بياخد وش من بره. وحابب اقول لكم ان كل وجبه بيجي معاها 3 كبات دقوس وزبادي ورز بلبن، والدقوس من عندهم تحس انه فيه التيست الشرقي، اما بقى الزبادي من عندهم تحس انه فيه تيست الرانش. وبجد الرز كان عاجبني جدا لان هو مضغوط مع الفراخ وفيه التيست بتاع الفراخ، فهو كان دسم وطعمه جميل جدا. اما بقى الفراخ المحمره فكانت ماسكه نفسها شويه عن المضغوط. وحابب اقول لكم ان هي كانت تجربه لذيذه جدا وكل حاجه مظبوطه. الرز كان حلو ودسم والفراخ كانت جميله، بقى المضغوط كان دايب والفراخ المحمره كانت تحفه جدا. وحابب افكرك الفيديو دوت لو طلع هنكسب نص مليون جنيه، نصهم ليكم والنص التاني المستشفى 57 357.